السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أم علم، هعمل لكم كيكة تنفع لأي مناسبة. هي كيكة سبونج. طبعا أنا عاملاها هنا. جايبة دقيق، نص كيلو دقيق سبونج من عند العلاف. عادي تقولي له كيلو دقيق سبونج، هو بيبقى فيه بقى الكاكاو بتاعه والبيكنج باودر بتاعه والمحسن الكيك بتاعه كل حاجة. بس هنجيب معانا 6 بيضات. يعني لو عملنا قالب كيك صغير هنجيب هنجيب 3 بيضات عليهم ربع كيلو دقيق. انا هنا عشان القالب بتاعي 24 سنتي، فهجيب القالب بتاعي. هجيب النص كيلو دقيق عليه 6 بيضات. نسمي كده بسم الله مع بعضينا، نضربهم كويس. بعد ما ضربت البيض بتاعي كويس، معايا حوالي ربع كوبايه ميه، وبرده هقلب. بصوا لازم نعمل رغاوي كده، ونبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا كله كده مره واحده، ونقلب بقى كده ايه بالراحه. ومعايا القالب بتاعي اهو، يدوبك بدهنه كده باي ماده دهنيه، وبحط له بقى بعفره بقى بشويه دقيق عشان الكيكه بتاعتي ما تلزقش كده. اخبط كده واقلب، واصب بقى الكيكه بتاعتي. خلاص كده، واحطها في الفرن وارجع لكم تاني. وطبعا قبل ما احطها في الفرن احب اقول لكم ان انا فاتحه الفرن من قبل ما اعمل الكيكه على 180 درجه. ودلوقتي هنشوف التورته هتتزين ازاي لغايه ما هي ما تستوي في الفرن. معانا ده صوص احمر او صوص جيلي. طبعا بنجيب كيس جيلي عادي من السوبر ماركت ونغليه في ميه، وبعد ما يبرد نحط عليه معلقه جيلاتينا، بنسيحها برضو على البخار ماء وندوبهم مع بعض. هيبقى بالشكل ده اهو، بالشكل ده. دي اللي هنحطه في التورته من فوق. الحشوه بقى بتاعتنا هنحشي كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه، حوالي 200 جرام شوكولاته بني، و200 جرام شوكولاته بيضه. ومعانا طبعا حاجات كده شوكولاته هزين بيها من فوق، ملونه، هي الوان مختلفه، وشوكولاته برضو اللي هي ايه الصغيره. وتعالوا بقى طبعا هنسيح الشوكولاتات دي كل واحده لوحدها، هنسيحها على بخار ماء على النار عادي. وهنا انا بشرت الشوكولاته عشان خاطر تبقى سهله عليا، وهنا برضو بشرت الشوكولاته البيضه عشان تبقى سهله عليا ان انا اسيحها. وهنا الكريم شانتيه معاها كوبايه لبن متلجه قوي، لازم تكون ساقعه قوي. تعالوا بقى نشوفها هنعملها ازاي على البخار، هنسيحها ازاي. ودلوقتي الشوكولاته البيضه بتاعتنا ساحت، انا حطاها اهو على ميه، على بخار ميه اهو. وعشان خاطر طبعا هي تبقى تقيله معانا بحط لها معلقتين من اللبن، ونقلب كده وخلاص ننزلها بقى. يا دوبك نقلبها كده عشان ما تتحرقش معانا، ما نخليهاش تطول على النار اهو، ما نخافش هترجع تاني. ودلوقتي هحط بقى الشوكولاته اللي احنا بشرناها، ونستنى برضو لما تسيح. ودلوقتي هعمل الكريم شانتيه. معايا كوبايه اللبن المتلجه قوي، كوبايه الكريم شانتيه، واقلب لغايه ما يبقى متماسك معايا. ودي شكل الكريمه بعد ما ضربناها كويس قوي. ومعايا طبعا صوص الشوكولاته بتاعي كده اهو. نبتدي بقى نطلع الكيكه بتاعتنا ونزينها.
ودي التورته بتاعتي لما طلعت من الفرن. طبعا لازم تبرد نهائيا، لازم تبرد خالص. وانا هنا دوبك عشان لما اشوف الحاجه بتستوي بحط سكينه او حاجه هنا في النص عشان اتاكد ان هي طلعت ناشفه ما فيهاش اي عجينه. نسمي بسم الله كده ونقطعها مع بعض. طبعا لازم زي ما اتفقنا تكون بارده خالص. نبتدي بقى نزين التورته بتاعتنا. ناخد شويه من الكريم شانتيه عشان نحشيها في نص التورته، ونحط لها الشوكولاته بقى السايحه اللي احنا سيحناها على البخار اهي بالشكل ده. طبعا كانت تقيله معايا، انا حطيت لها شويه لبن عشان تسيح. دوبك معلقتين كده ونقلب. وبعد ما قلبناها هنبتدي بقى نحطها في كيس الحلواني بتاعنا. ونحط بقى اللي احنا عملناه في الكيس الحلواني، اللي احنا عبيناه في الكيس الحلواني. بعد ما حطيت بقيه الكريم شانتيه بالشكل ده ووزعتها اهو، هنفرد بقى كده بالراحه، او ممكن ما نفردهاش خلاص احنا حطيناها متساويه كده. المهم نظبطها كده اهو، نسويها بالشكل ده اهو. وانا حطيتها برضو داير ما يدور. دلوقتي بقى بعد ما فردنا او حاولنا نساوي الكريم شانتيه، نحط بقى صوص الشوكولاته البيضه. نحاول بقى برضو نوزعها كده. طبعا هنحطها على طول بعد الكريم شانتيه عشان تلزق معاها، ونحطها بعد كده في التلاجة، وفي الاخر نيجي تاني نحط بقى الصوص الاحمر. ودلوقتي هنحط بقى صوص الفراولة. ونسيبها بقى تنزل كده على الشوكولاتة. نحاول بقى نوزعها كده بالراحة. كده نخليها تنزل كده على التورته. ومعانا بقى الشوكولاتة دي، نحاول نحط بقى كده نزينها.